قصة شهداء البيشمركة التسعة الذين اغتالتهم البككة وسلمت جثامينهم لصدام. إن أي دولة أو قوة تريد الهيمنة على كردستان واحتلالها وتقويض مطلب الحرية للكرد تشرع في بداية مخططها بصناعة حركة أو تنظيم بين الكرد، فمنذ القدم كان العدو الأكبر للكرد هو الكرد. ينبغي فهم حقيقة حزب العمال الكردستاني باككة وتفسيرها في إطار هذه الحقيقة التاريخية، لكن الباككة تختلف عن الحركات التي استخدمت ضد الكرد عبر التاريخ، فلم يتم استخدامها من قبل مستعمر واحد فحسب، بل استخدمت من قبل جميع دول الاحتلال الأربع ضد الحركات الكردية في الأجزاء الأربعة من كردستان. هذه الحقيقة مرئية عن الباككة، وبإمكان أي شخص رؤيتها لدى قراءة التاريخ بشكل محايد وعام، وهذا سبب وجود الحزب منذ 50 عاما في أجزاء كردستان الأربعة. فلم يكن الحزب يسمح للحركات التحررية الكردية بالتوجه إلى رجافة كردستان بناء على أوامر النظام الأسدي في سوريا. هاجم الحركات الكردية في رجالات كردستان بناء على أوامر الدولة الإيرانية، كما قام بتصفية جميع الحركات الكردية في تركيا وفق مخطط الدولة. وبعد عام 88 هاجم البيشمركة الكردستاني وفق أوامر نظام صدام حسين في العراق. البككة باتت كحراس الحدود لصدام، واليوم تلتجئ وتعول على النظام الشيعي الجديد في بغداد وتهاجم إقليم كردستان. البككة لم تبني وجودها على تدمير العدو واستقطاع جزء من أراضيه، بل على النقيض تماما، وصنعت لتدمير الكرد والقضاء على إنجازات الحركات التحررية الكردية. وأفضل تعريف للبككة هو: البككة قوة شبه عسكرية يتم استخدامها من قبل محتلي كردستان. ولإخفاء هذه الحقيقة وانطلاقا من مبدأ الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، دأبت البككة على تخوين عموم الكردي ووصفهم بالجواسيس والعملاء باستثنائها. أصبح تاريخ البككة تاريخا للحرب الخاصة للمحتلين ضد الكرد وكردستان. البككة بتسليمها جثامين شهداء البيشمركة حاولت إثبات نفسها لصدام عام 88، وبتزامن مع انطلاق حملات الأنفال السيئة الصيت لجأ شعب إقليم كردستان إلى باكور ورجالات كردستان. بدأت حملة أنفال بهدينان في 15 آب، عرقت القرى وهجر الشعب. انسحب البيشمركة مع نزوح الشعب. من أيلول عام 88 ولغاية آذار 89 كان هناك تواجد محدود لبيشمركة كردستان في خط حفتانين وبروار بالا وزاب أفاشين، أي منطقة بهدينان. بدأت قوات صدام بإجراء مفاوضات مع البككة لغرض منع الحزب الديمقراطي وبيشمركة كردستان من العودة إلى المنطقة. وحتى ذلك الحين كانت هناك قوات الجيش التابعة لصدام في المنطقة، وكانت لها صلات وثيقة بالبككة. عقدت هذه المرة اجتماعات بين أعضاء المخابرات المركزية لصدام وضباط جيش صدام في المنطقة. عقدت البككة بعض هذه الاجتماعات في قرية داركاري بمنطقة حفتانين، كما وعقدت بعض الاجتماعات في فندق سولاف في منتجع سولاف بآميدي. ومن أجل كسب ثقة صدام والتمركز في منطقة بهدينان بمساعدته، كانت البككة ترسل المعلومات حول بيشمركة كردستان لنظام صدام باستمرار. من ناحية أخرى تآمرت البككة مع نظام صدام وتحالفت معه لتصفية قوات البيشمركة التي أرادت العودة إلى المنطقة والنضال والقتال ضد صدام، فغدر بهم واغتالتهم وسلمت جثامينهم إلى جحوش وجيش صدام لإثبات ارتكابها هذه الجريمة وكسب ثقة صدام. يذكر أنه تم استشهاد وتغييب العديد من عناصر البيشمركة على يد البككة بين عامي 88 89، وبالأخص قوات البيشمركة التي انسحبت في عمليات الأنفال عام 88 وبدأت بعدها بالعودة إلى جبهات القتال في ربيع عام 89، حيث بدأت وحدات صغيرة لقوات البيشمركة بالعبور جنوبا على طول خط جالي وألكي وقلبان صوب إقليم كردستان. فقامت البككة بمهمات استخباراتية حول هذه الوحدات وتقديم المعلومات حولها من أجل كسب ثقة صدام. واستشهد البعض من عناصر هذه الوحدات وتسليم جثامينهم للجيش العراقي. في آذار 89 كانت قوة من البيشمركة مكونة من 6 عناصر جاءت إلى جبهاتها السابقة في المنطقة من أجل رفع وتيرة الكفاح والنضال. كانت قد تواجدت هناك قوات البككة، ولأن البيشمركة كانوا يقدمون الخبز للأبوتشيين طيلة سنوات وكونوا صداقات معهم، لم يعتقدوا البيشمركة أن يلحق أي ضرر بهم من هؤلاء. كانوا يبقون معا في نفس المكان ليلا. كانت وحدة البيشمركة قد قدمت من بعيد وقطعت مسافة طويلة. في اليوم التالي أرادوا الاستحمام وغسل ملابسهم، فقال لهم مسلحو البككة: سنحرسكم. وبينما كان البيشمركة يستحمون ويغسلون رؤوسهم وملابسهم، قامت البككة باستشهاد البيشمركة 6 جميعا. بعدها أرسلوا معلومات للجحوش فقاموا بنقل جثامين البيشمركة 6.
فقام مسؤولو الجيش العراقي بتقديم أسلحة شهداء البشمركة لمسلحي البككة كمكافأة. أسماء هؤلاء البشمركة شهداء: أحمد كادر، سعد الله أفضل، نزار محمد حمدي، نزمي أحمد، خالد أحمد. بموجب اتفاق أبرمتها مع صدام، كانت البككة تراقب وحدات البشمركة التي قدمت إلى المنطقة وتقضي عليها. إحدى الوحدات الأخرى التي دمرتها البككة كانت عبارة عن 3 من بشمركة كردستان من أهالي بلدة تشالي في باكور كردستان. في أواخر عام 89 رأت البككة 3 من بشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على ضفاف نهر الزاب بمنطقة هلوى. البشمركة 3 كانوا من منطقة تشالي بباكور كردستان، كانوا قد انضموا لرفوف البشمركة عام 84، وخلال عمليات الأنفال عام 88 توجهوا لإيران، وبعد أشهر عادوا إلى إقليم كردستان. قضت البككة على هذه الوحدة لبشمركة كردستان أيضا كما غادرت بالوحدة الأخرى. قامت البككة بتسليم جثث البشمركة 3 في منطقة برهن على ضفاف الزاب إلى جحوش صدام. أسماء البشمركة 3 هي أحمد شالي، حسين بيادر، قرية نارلي، صمد بيادر. هذا والأدلة والوثائق حول وجود علاقات بين البككة مع نظام صدام متوفرة وموجودة. ومن أجل العداء للديمقراطي الكردستاني ومحاربته، أنشأت البككة علاقات رفيعة المستوى مع جيش صدام، كما وتلقت دعما عسكريا ولوجستيا وماديا منه. وفيما يتعلق بحرب الكويت عام 91 وعندما حرر الكرد أراضيهم، قال زعيم البككة عبد الله أوجلان في عام 93: يحاولون تقويض نظام صدام على يد هذين الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. فأوجلان فسر النضال الكردي من أجل الحرية بشكل سيء. خلال حرب العراق عام 2003 حشدت البككة جماهيرها في شوارع أوروبا مرددين الشعار: لا للحرب، لا نريد الحرب. فصدام كان قوة دعم للبككة، والبككة لم تكن تريد انهيار هذه القوة وخسارتها وخسارة الوضع الذي مكنها من التمركز في ظله. فبالنسبة للبككة لا أهمية للأرض كما لا أهمية لحرية كردستان، بل ما يهمها هو مصالح الحزب لا غير. فالبككة تقاتل ضد الكرد إلى جانب المحتلين وتغير لونها مثل الحرباء فجأة. انهار النظام صدام، واليوم هناك نظام شيعي في بغداد، وهذا النظام الشيعي مناهض للكرد بقدر نظام صدام إن لم يكن أشرس منه. واليوم تقدم البككة نفس الخدمات للنظام الشيعي في العراق. فبالنسبة للبككة من غادر كان سيدا، ومن أقبل هو ملك سيد كذلك. وكما حصلت على المساعدات من نظام صدام من أجل القضاء على البشمركة في بهدنان، فكذلك تتلقى اليوم مساعدات من العراق من أجل عدم عودة البشمركة إلى شنغال. لكن البككة ظهرت في أعلى المستويات في خضم اضطهاد الكرد وبؤسهم، واليوم أصبح شعار الحج الشعبي على أكتاف مقاتليها دون تردد. يتعين على البككة التي تصف الكل بالخيانة والعمالة أن تنظر إلى الشعار الذي وضعته على أكتاف مقاتليها. فالبككة هي الكوركا لكل المستعمرين المحتلين، وتقاتل بإخلاص من أجل أعداء الكرد.